قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا اقول لكم بقى الوصفه الجباره دي عملناها ازاي. ده كباب حله بس بالفراخ مش باللحمه. طبعا هنستخدم بصل كتير زي ما بنعمل مع اللحمه بالظبط. دول حوالي 4 بصلات قطعناهم جوليان مع معلقه زيت، وحطيت كمان هنتبلهم بقى بفلفل اسود وشويه ملح وهنقلب. وبعد كده هضيف له فلفل اخضر، ممكن نضيف فلفل الوان زي لو متوفر يعني عندنا. هنقلب بقى كل ده مع بعضه، وهنقطع الفراخ قطع صغيرة خالص، يعني اكتر من 8 قطع. وهضيف الفراخ بتاعتي البصل والفلفل اللي احنا حطيناهم. هبدأ بعد كده ان انا هتبل بقى الفراخ كمان. هنحط لها شوية فلفل اسود، وهنحط شوية ملح. انا كمان ضفت لها معلقة من شاورمة الفراخ، دي توابل بتاعت شاورمة الفراخ، ضفت لها معلقة منها علشان تديها نكهة كده، اهي دي. وهبدأ أضيف معلقة من دبس الرمان، ده هيديها طعم مزز شوية. لو مش حابينه ممكن نستغنى عنه. هنقلب بقى كل ده مع بعضه، وهضيف لها مكعب طماطم في الآخر، وهنقلبها ونسيبها على نار هادية وبالهنا والشفا.